وصفة كيكة الشوكولاتة وصوص الشوكولاتة صارت جاهزة. بدنا حبتين من البيض، معاهم كوب ونص من السكر وفانيلا، رح نخفقهم مع بعض حتى يصير عنا القوام كريمي. حنضيف عليهم نص كوب من الزيت النباتي وحنخفقهم مع بعض مع كوب من الحليب السائل. بعدين حنحط النواشف، عنا طحين وكاكاو باودر، وبعدين حنحط عليهم البيكنج باودر والبيكنج صودا وشوية ملح، وعنا هون النسكافيه اختياري، ممكن تحطوه ممكن لا، بس بيعطي طعم طيب. الفكرة بالكيك اللي هي المي المغلية، حنحط كوب من المي المغلية. آخر خطوة حتكون عنا المية، وحنخفقها بالسباتولا مش بالخفاقة زي ما انتو شايفين بهاي المعلقة. بعدين حنحطها في قالب الخبز، ممكن تحطوها بقالب عادي، أنا حبيت أعملها بالبايركس عشان تطلع معي مستطيلة زي الشيت. ودخلتها الفرن على حرارة 350 في الرف الوسط. بس طلعت حبيت أشربها بالحليب اللي فيه كاكاو وشوية سكر، وممكن تستخدموا حليب الشوكولاتة الجاهز بيطلع كمان كتير طيب. هلا صوص الشوكولاتة عندنا كوب حليب ونشا وكاكاو وسكر وفانيلا، حنحركهم مع بعض حتى يتكثف عندنا المزيج. بعدين حنحط عليهم معلقتين كبار من الزبدة حتى تعطيها لمعة وقوام كريمي. وبعدين حنضيفها فوق الكيكة زي ما انتو شايفين هون. طلعت كيكة رهيبة، لازم تجربوها. ممكن تاكلوها سخنة هيك وممكن تاكلوها باردة، انا حبيتها باردة. ممكن تعملوا زي ما قلت لكم بقالب الكيك العادي المدور، او اي طريقة بتحبوها. خفيفة لطيفة كتير سهلة وكتير زاكية. جربوها واحكوا لي رأيكم.